بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة ثانوي، يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة مع بعض يا شباب بنكمل حل ملحق كتاب جيم لتالتة ثانوي. إن شاء الله النهاردة بنحل جرامر الوحدتين، الوحدة السابعة والوحدة الثامنة، صفحة 18 وصفحة 19. طبعا قبل ما نبدأ لازم نراجع سريعا كده الجرامر اللي موجود عندي في الوحدتين. سريعا كده شباب، الوحدة السابعة بتتكلم على زمن المضارع التام وزمن المضارع التام المستمر. زمن المضارع التام اللي هو بيتكون من have أو has plus bb، ده مضارع تام بسيط. وكمان موجود عندي هنا have أو has plus been plus verb مضاف له ing، ده المضارع التام المستمر. طبعا عندي adverbs قاعدة الظروف، تمام يا شباب، بأنواعها، وعندنا 6 أنواع، وتقريبا الحل اللي هنحله النهاردة مش ليه علاقة بالظروف. وكمان بنبدأ ننتقل للوحدة الثامنة اللي موجود عندي فيها الباسيف فويس، المبني للمجهول. وطبعا عشان تعمل أي شكل من أشكال المبني للمجهول لازم يكون عندك شكل من أشكال verb to be حسب الجملة بتاعتك، وكمان past participle مبني أو آسف الباست participle التصريف الثالث. تعالوا نبدأ مع بعض كده المثال الأول أو الجملة الأولى. How long in Cairo؟ بقالك قد إيه عايش في القاهرة؟ فهنختار الإجابة have you been living. اشمعنى have you been living؟ لأن ده حدث بدأ في الماضي وما زال مستمرا، فأنا بسألك بقالك قد إيه عايش في القاهرة، فهو عايش من زمان وما زال مستمر. نمبر 2 قال لنا آلاء is happy، آلاء مبسوطة because she a good job، لأنها خلاص وجدت وظيفة جديدة فعلا، فالإجابة هتكون هنا has found. طب اشمعنى اخترت has found؟ لأن ده حدث بدأ تمام وانتهى وله أثر، بس لسه ليه إيه؟ أثر. طيب هي لقيت وظيفة والأثر بتاعها إنها happy مبسوطة. طب ليه ما اخترناش founded؟ founded هنا يا شباب بمعنى أسس، ونخلي بالنا من النقطة دي. نمبر 3 هاني and I friends for over 6 years، أنا وهاني أصدقاء بقالنا 6 سنين. ففي طلبة كتير هيقول لك احنا بقالنا 6 سنين فهنختار have been being. الكلام ده غلط، لأن being ده فعل حالة، وهو verb to be فعل حالة، وأفعال الحالة زي ما احنا عارفين لا تضاف لها ing، فطبعا الاختيار ده مستبعد. وعشان خاطر for over 6 years فهنختار have been. نمبر 4 قال لنا I a new flat a few months ago، أنا اشتريت شقة منذ شهور قليلة مضت. طبعا أنا عندي هنا ago بمعنى منذ، ومنذ طبعا زي ما احنا عارفين إن من ضمن الكلمات الدالة على الباست simple الماضي البسيط، والإجابة هتكون عندي هنا bought بمعنى اشترى. نمبر 5 قال لنا how long your car، بقالك قد إيه بتمتلك السيارة بتاعتك. فطبعا دي صيغة سؤال، طبعا نخلي بالنا إن بيكون عندي هنا الأداة، وبعد كده الهيلبنج فيرب الفعل المساعد بتاعي، وبعد كده السبجكت الفاعل، وكمان عندي المين فيرب الفعل الأصلي. طيب أنا طبعا هطير الجملة الأولى ديت أوت، وكمان هطير having. having ده يعتبر من ضمن أفعال الحالة، وزي ما احنا اتفقنا إن أفعال الحالة لا تضاف لها ing، فأنا هطير having وهطير having هنا، فالإجابة بتاعتي هتكون هنا have you had، منذ متى وأنت تمتلك سيارتك. بعد كده بنروح للجملة السادسة. رامي as a postman for the past months، رامي اشتغل كبوسطجي طوال الشهر الماضي، والإجابة هتكون عندي هنا has been working، لقد عمل كبوسطجي أو ساعي بريد طوال الشهر الماضي. نمبر 7 قال لنا I not reports all day، أنا بكتب تقرير طول اليوم so I feel very tired. فطبعا ده قال لي all day، ده الدل على الاستمرار، فأنا هختار verb to have، وبعد كده عندي been، وبعد كده verb مضاف له ing، فالإجابة هتكون عندي هنا have been writing، الإجابة حرف C. نمبر 8 it's still morning، ما زال الصباح and I not 6 pages، وكتبت 6 صفحات. فطبعا نخلي بالنا أنا ممنوع أستخدم المضارع التام المستمر مع المفعول العددي، فالإجابة بتاعتي مش هتنفع هنا، عندي have been writing، الإجابة هتكون هنا have written.
Number 9 sorry I am late نقط for a long time آسف إني متأخر. هو أنت كنت مستنيني بقالك فترة طويلة، فالإجابة هتكون عندي هنا have you been waiting. Number 10 you are out of breath أنت قاطع النفس، فالإجابة هتكون هنا have you been running هو أنت كنت بتجري. بعد كده بنروح للجملة رقم 11 I my finger it really hurts أنا عورت صباعي. طبعا الأمر ده مؤذي أو مؤلم بالنسبة لي، فالإجابة هتكون هنا have cut. طب ليه ما اخترتش cut؟ cut هنا ديت هتبقى يا إما فعل مضارع أو فعل ماضي، فطبعا دي حاجة حصلت في الماضي بس ليها أثر، الإجابة هتكون عندي هنا have cut. طب ليه ما اخترتش have been cutting؟ لأن طبعا أنا مش عمال أقطع بصباعي وطبعا عمال أتوجع، وطبعا الكلام ده هيبقى غير مقبول تماما. She is tired هي متعبة because she all day قال لك متعبة لأنها كانت بتتسوق طوال اليوم، فالإجابة هتكون هنا has been shopping. الإجابة هتكون عندي هنا has been shopping. Sorry I knocked one of your glasses آسف أنا كسرت واحدة من الكوبايات بتاعتك، فالإجابة هتكون عندي هنا have broken. Number 14 they not here for 3 years هم عايشين هنا بقالهم 3 سنين، فطبعا ده حدث طويل، فالإجابة هتكون هنا have been living. Number 15 I know the living room but I haven't finished yet أنا عمال أدهن غرفة المعيشة ولسه ما خلصتش، فالإجابة هتكون هنا have been painting. Number 16 قال لنا who has lost my favorite book مين اللي ضيع كتابي المفضل. طيب لو لاحظنا ان احمد متكرر بس جاي بعد منه الفعل المساعد بيتغير، طبعا انا عشان اختار الفعل المساعد هبص للجمله بتاعتي هل انا عندي فعل مساعد اللي هو has وجاي بعد منه past participle، فهو ده اللي انا هختاره، فالاجابه هتكون هنا احمد has. بعد كده number 17 قال لنا they are really hungry او angry هم غضبانين because someone their car لان في حد دمر سيارتهم، فالاجابه هتكون هنا عندي هنا has damaged. Nothing like this to me لا شيء مثل ذلك حدث إلي. طبعا أنا ما ينفعش أجيب never في جملة منفية. إزاي منفية؟ ما منفية بكلمة nothing لا شيء، تمام؟ فطبعا أنا هطير never وهطير never، فاضل عندي has ever happened و has ever been happened. وhappen بمعنى يحدث، وده من ضمن الأفعال اللازمة والتي لا تحول مبني للمجهول إطلاقا، فالإجابة هتكون هنا has ever happened. Number 19 قال لنا I haven't seen him his departure to France. departure هنا معناها مغادرة، departure هنا معناها مغادرة، فلم أره مدة مغادرته ولا منذ مغادرته، الإجابة هتكون منذ مغادرته اللي هي كلمة since. Number 20 space you are unable to answer perhaps we should ask someone else لأنك غير قادر على المساعدة. طبعا لأنك أنهي واحدة اللي بمعناها لأنك، فالإجابة هتكون عندي هنا since. خلي بالك since هنا بتساوي كلمة because أو بتساوي as بمعنى لأن. بعد كده جملة رقم 21 peace to be constructive السلام معروف أنه باني، constructive معناها باني أو مشيد، فالإجابة هتكون هنا is known. is known معناها معروف. طب ليه ما اخترناش knows؟ لأن السلام لا يعرف، تمام؟ الجملة هنا مبنية للمجهول. طب had been known طبعا ما عنديش حاجة ليها علاقة بالماضي التام أصلا، و will be known ما عنديش حاجة ليها علاقة بالمستقبل. Number 22 قال لنا I hope that problem أتمنى إن هذه المشكلة. طبعا خلي بالك إن hope من ضمن الكلمات اللي بتدل على will، تمام؟ بس بيقول لك أتمنى إن المشكلة، تمام، تحل ولا تتحل. برافو عليك زي ما انت قلت كده، الإجابة إن المشكلة تتحل، فالإجابة هتكون عندي هنا will be solved. Number 23 you can't use this textbook now مش هتقدر تستخدم هذا الكتاب الآن it's not by your friend لأنه اتاخد بواسطة صديقك، فالإجابة هتكون عندي هنا has been taken. رقم 24 قال لنا the president goes to the tomb of unknown soldiers. خلي بالك the tomb of unknown soldiers اللي هو قبر الجندي المجهول.
to honor ليكرم the memory ذكرى of those who in wars عشان يكرم ذكرى اللي اتقتلوا في الحروب. طبعا الحروب ده بالنسبة لنا كلمة ماضي، فالإجابة هتكون عندي هنا were killed. بعد كده 25 قال لنا the truth found out before the judge came. طبعا عايزك بسرعة كده تفتكر ان before بيجي بعد منه past simple ماضي بسيط، وبيجي قبله ماضي تام past perfect. طب والماضي التام ده بيتكون منين؟ بيتكون من had بي بي لو كانت الجملة مبنية للمعلوم، وبهاد been بلس بي بي لو كانت الجملة مبنية للمجهول. طب الحقيقة هتكون كشفت ولا اتكشفت؟ فالإجابة هتكون اتكشفت had been found out. بننتقل بعد كده للجملة 26 فبيقول لنا the new film in all big cinemas of the city now. الفيلم الجديد معروض في جميع السينمات اللي موجودة في المدينة الآن. طبعا عندك كلمة now دل على المضارع المستمر اللي هو بيتكون من am و is و are verb ing في حالة المبني للمعلوم being past participle في حالة المبني للمجهول. فالإجابة هتكون عندي هنا is being shown. بعد كده number 27 we can't get to the party in time. مش هنقدر نوصل الحفلة في الوقت المناسب. by the time we get there قبل ما نوصل هناك all the food كل الطعام will have been eaten هيكون كله اتاكل. 28 last Monday الاثنين اللي فات I received an email تلقيت ايميل نقط by my sister المرسول بواسطة اختي. فطبعا عندك هنا اكتب جنب الجملة دي بالذات عندك هنا حالة حذف رابط الوصل زائد verb to be والابقاء على التصريف الثالث. فاصل الجملة عندي هنا I received an email which was sent. ده اصل الجملة اللي موجودة عندي تمام. فهو حذف which was واكتفى بس بالباست participle. فالاجابة هتكون عندي هنا sent. وsent هنا لما تيجي تترجمها معناها المرسول. number 29 قال لنا I the test today yet today. انا لم اتلقى الاختبار اليوم حتى الان. طبعا خلي بالك yet من ضمن الكلمات الدالة على النيجاتيف النفي. فانا عندي هنا hadn't been given و haven't been given و wasn't given. طيب انا هطير دي اوت. طيب رقم 2 انا عندي today اليوم مضارع، فانا عندي ده past perfect طارت، وعندي wasn't given ماضي برضو طارت. فالاجابه هتكون عندي هنا haven't been given. number 30 the children are excited about to the zoo. قال لنا الاطفال متحمسين بشأن انهم سوف بشأن اخذهم الى حديقة الحيوان. فالاجابه عندي هنا هتكون being taken. فخلي بالك about بيجي بعد منه فعل مضاف له ing. فطبعا الاطفال مش هم اللي هياخدوا لجنينة الحيوانات، لا هم هيتاخدوا لجنينة الحيوانات. number 31 الجملة 31 the men after the explosion. قال لنا يقال أن الرجال قبض عليهم بعد الانفجار. فالإجابة هتكون عندي هنا are said to have been arrested. 32 you can't come in. أنت مش هتقدر تدخل. she not for the interview. دي عندنا حدث يمنع حدث ومحتاجين مضارع مستمر. فالإجابة هتكون هنا عندي is being interviewed. مش هتقدر تدخل لأنها يجرى معها الحوار. الجملة 33 I had an pleasant feeling. أنا عندي شعور غير مرضي أو غير صار that I know when I was shopping yesterday. إني كنت بتراقب عندما كنت أتسوق أمس. فالإجابة هتكون هنا was being watched. 34 قال لنا he ate everything that not on the table. قال لنا هو أكل كل شيء أو أكل كل حاجة والتي تبقيت أو التي تبقيت على السفرة. فالإجابة هتكون عندي هنا was left. طب ليه ما اخترناش left؟ ما أنت عندك رابط الوصل that تمام اللي هو بيساوي كلمة which تمام وبعد كده was left. 35 قال لنا the man at the scene of the robbery but the police suspected him. الرجل لم يرى في حادث السرقة ولكن الشرطة تشك به. فالإجابة هتكون هنا was never seen. number 36 قال
قال لنا they didn't leave the restaurant، قال لنا هم لم يغادروا المطعم until the bill، حتى الفاتورة دفعت. فالإجابة هتكون هنا had been paid. أنا عايزك تراجع معايا الجملة دي بسرعة كده. ماضي بسيط منفي، وعندي till أو until، وبعد كده موجود عندي past perfect جملة ماضي تام. تمام، اللي هو بيتكون من had plus bb. تمام. بعد كده number 37 قال لنا most people objected أو object to in a tough way. قال لنا معظم الناس بيعترضوا على أن يتم معاملتهم بشكل سيء أو بطريقة صعبة. خلي بالك object to من ضمن الأفعال أو من ضمن التعبيرات بالرغم إن معاها to إلا إنه لازم يجي بعد منه فعل مضاف له ing في حالة المبني للمعلوم، أو being past participle في حالة المبني للمجهول. فبقول لك الناس بتعترض إن هم يتعاملوا بطريقة سيئة أو يتم التعامل معهم. يتم التعامل معهم بالظبط زي ما أنت قلت كده. فالإجابة هتكون being treated. 38 when the thief broke into the store، لما اللص اقتحم المحل ونقط by the assistant كان يتم خدمتنا. فالإجابة هتكون were being serviced. 39 we couldn't take the car، لم نستطع أخذ السيارة نقط أو it by the people at the garage، فكان يتم إصلاحها في الجراج أو في الورشة. فالإجابة هتكون was being repaired. number 40 قال لنا a terrible accident، حادثة سيئة because the bus carelessly، حادثة سيئة حدثت لأن الأتوبيس كان يقاد بإهمال. فطبعا الإجابة هتكون عندي هنا happened. تمام، مش هينفع happening لأن طبعا happen من ضمن الأفعال التي لا تقبل ing. تمام، ومش هينفع اختار happened لأن ما ينفعش أخليها مبني للمجهول. فاضل عندي happened حرف C وhappened حرف B. فبقول لك الحادثة حدثت تمام لأن الأتوبيس كان يقاد، فالكلام ده في الماضي البسيط، فهنختار was driven والإجابة هتكون عندي C. كده يا شباب يكون خلصنا ونستعد للدرس اللي بعد كده. ولو في أي تعليق ممكن تكتب لي في الكومنت وهرد على حضرتك.